لما تنزل اجازه ما تعرضهاش، لان ناس كتير بتبص في حياتك. اول ناس بتبص في حياتك اللي هم قرايبك وجيرانك، والله العظيم انا مجرب. اسمع مني، ناس كتير هتلاقيها بصه في حياتك، بصه الايفون اللي انت جايبه من عتاب وتماره، بصه ان انت لابس طوب نظيف، لا بصه لان انت حاطط برفان كويس او الكلام ده. يا جماعه خلوا بالكم من الحسد، خلوا بالكم دايما اي حد نازل اجازه. اسمع مني، شغل معزتين على طول في الشقه عندك، وشغل سوره البقره، والله العظيم احتياطي احتياطي. انا عارف ان حياه المغترب دي الناس كلها بتبقى بصاله، واحد جاي شغال بالدولار شغال بالريال، محدش كله بيشوف اللقطه الاخيره بس يا صديقي. واصله لك؟ محدش بيشوف ان انت تعبان، انت بتاكل لوحدك وبتشرب لوحدك وانت طالعان عين اللي خلفوك لوحدك، محدش بيشوف الكلام ده. كله بيشوفك وانت لابس الطوب النظيف، وكله بيشوف الايفون اللي انت جايب بيه، اللي اصلا ممكن تلاقيك مقسطه ولا جايبه كسر زيرو ولا مستعمل. وكله بيبص لحياتك ان انت يعني عايش بقى في الخليج وعايش في اوروبا والدنيا حلوه معاك.